السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد أهل جيت. هحكي لكم لبداية نزوحنا، وطبعا بداية النزوح من بيتنا إلى عيادة تابعة للوكالة. احنا بنحكي عنه سويدي، وزي ما انتم شايفين الناس خايفة، واحنا كمان كنا خايفين لأنه اليهود حكوا روحوا لمكان آمن، وطبعا ما في مكان آمن في كل غزة. طبعا كنا نستنى بابا عشان يجيب لنا سيارة عشان نلحق نطلع قبل ما يبدأ القصف. وبعد ما شقة كبيرة طلعنا بسيارة سيدو على نصيرات، وهنا كنا في متجهين من العيادة السويدي إلى انصراط. الأبراج نصها تدمرت، أكيد كليتها مدمرة. وهذا الشارع الرشيد اللي الاحتلال الصهيوني قال اخلوا منه، واخلوا باتجاه خان يونس أو المنطقة الآمنة أو جنوب القطاع. وطبعا شايفين كرات الحمير، طبعا الله يعزكم كان كل الناس تحمل أغراضها وتروح على الكرات، لأنه في شيء سيارات يعني كانت قليلة، كمية قليلة. هاي الناس حاملين أغراضهم ومتجهين إلى جنوب القطاع على المنطقة الآمنة حسب الاحتلال الصهيوني ما قال. وهي المباني هدول نصهم اتدمروا طبعا، يعني في منهم محروقين بس مش متدمرين، وفي منهم متدمرين ومحروقين. وطبعا كل هاي المناطق شهدت أحزمة نارية. إن شاء الله ربنا يكتب لنا وبنرجع وبنشوفها، وأكيد صار الدمار بس برضو مشتاقين إلها وبدنا نرجع لها. زي ما انتم شايفين غزة قبل الحرب. الشبكة يردش حتى لنا رسالة، يتصل رسالة هيك. خير في شحنين الحين بينا على الكرة. وطبعا هنا كنا متجهين إلى جنوب القطاع، وهي المباني والدور الله يرحم أيامها مكان هلقيتها مباني في الشي. البنية التحتية تدمرت بالكامل، وهي هيك جوامع، لا في جوامع ولا مباني ولا أي حاجة، محطات في الشي. وهي كانوا بلل، وهي الأشجار في الشي، أشجار محروقات، والبصات في الشي، كل إشي محروق، كل إشي تماما. واي حاجه اي محطه تبع التحليه بيقصفوها. وهي دور زي كانها ايش حلوه فخمه. هلقيت منشوفش غير خيم ونكد ومجاري، هذا كله راح دمر احلامنا اليهود. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم اليهود. هاي الشجر كله